يوم من غير انترنت يبقى عامل ازاي؟ يوم تصحى فيه تلاقي الواي فاي مطفي، الداتا واقفة، والموبايل مش راضي يستقبل حتى إشعار واحد. صدمة والله راحة. الحقيقة الإنترنت مش حاجة قليلة، ده اللي بيخلي الدنيا قريبة من بعض، نذاكر منه، نتعلم، نشتغل، نفتح باب معرفتنا على العالم كله، نلاقي دورات، شروحات، كتب وأفكار ماشية أسرع من الزمن نفسه. ده غير إننا بنتواصل مع ناس عمرنا ما كنا هنشوفهم من غيره، ووقت ما نزهق فيلم، لعبة، فيديو، كله جاهز بضغطة واحدة. بس زي ما هو قوة، ساعات بيكون ضعف، يسرق مننا وقت من غير ما نحس. نفتح دقيقة نخرج بعد ساعة ونشوف حاجات مش دايما مفيدة ولا مناسبة، وممكن نشارك أكتر من اللازم، صور، تفاصيل، معلومات، لتفاجأ إن خصوصيتك بقت مكشوفة للناس أنت أصلا مش عارفهم. والأسوأ، التواصل الحقيقي بين الناس بقى قليل جدا، قاعدين جنب بعض بس كل واحد في العالم بتاعه جوه الشاشة. طيب لو النت اتقطع هنعمل ايه؟ هنتوتر؟ اه. هنحس بخضة؟ اكيد. بس يمكن نرجع نعيش، نضحك من قلوبنا، نتكلم بوش لوش، نلتفت للحاجات اللي كنا سايبينها على جنب، هواية، كتاب، أهل، صحاب، أو حتى نفسك. الإنترنت نعمة لما نستخدمه صح، لكنه مش حياتنا كلها ولا كان المفروض يبقى. افتكر، التكنولوجيا بتسهل، بس الإنسان هو اللي يعيش. ولو يوم النت اختفى يمكن نرجع نلاقي نفسنا اللي كانت مستخبية ورا الشاشات. وبس كده، كان معاكم ملاك إسلام من قناة الحكاية بتقول إيه.